تصدق وتؤمن بالله ان البني ادم اللي الدنيا بتحط عليه، وانه لما يكون نفسه في حاجة وبتتأخر، وانه شايف انه كل حاجة بيطلبها ما بتتحققش، ان الشخص ده ربنا ميزه بميزة والله ما يعرف قيمتها وغيره يتمناها. ميزه بنعمة غيره يتمناها. خليني اقول لك انا مش طالعه صدفة، وخليني اقول لك انه كل حاجة بميعاد. قعدتي معاك بميعاد، وقفتنا مع بعض بميعاد، كلامنا بميعاد. وهقول لك الدليل، وهقول لك ذكر يهون عليك كمان الطريق. شوف، انت بتبقى قاعد كده في امان الله، لا بيك ولا عليك، تبص على فلان الفلاني بيجيب الحاجة اللي انت بتتمناها بقالك سنين، مع انه الشخص ده لعبي، ما بيصليش، ما بيذكرش الله، آه، مش زيك في نور في قلبه. شخص بتجيله الحاجة بالساهل، والله كأنه يعني بتنزله من السما. وانت نفسك تتجوز ومتأخر جوازك، نفسك تخلف وربنا مش مديك، مع انك نضيف من جوه ونقي، وبتدعي ربنا وبتتصدق وبتعمل عمل خير، بس متأخرة. وبنت تانية محترمة وعندها أخلاق وأدب واحترام ما بتتجوزش، وبنت شعرها ولا إيه بتتجوز. حتى يا أخي الشيطان يلعب في دماغها يقولها لو كنت زي كده كان زمانك اتجوزتي وزي ما اتجوزت. وواحدة تانية تتأخر في الخلفة بالسنين، وتدعي ربنا ليل ونهار وبين الصلاة وفي الإقامة، مفيش خلفة، قريبة جدا من ربنا. وواحدة تتجوز كل سنة تجيب عيل وترمي في الشارع، لدرجة بينها وبين نفسها تقول هو في ايه؟ صدقت وعملت وسويت، مستحملة يا ربي، ليه انت منعني من شيء انا نفسي فيه؟ واحد تاني نفسه ربنا يكرمه بحاجة ومش راضية تيجي في ايده. واحد تاني الحاجة اللي نفسه فيها هو مستهين بيها وممكن يكون مش عارف قيمتها. عايزة اقولك عشان انت عبد تقي نقي، عشان كده ربنا ميزك بالصبر، عشان ربنا عايز يرفع لك درجتك، عشان عايز ربنا يديك اجرك كامل، هيوفي لك اجرك. بس هو بيختبرك بشوفك انت فعلا ولا. ما انت لو صبرت هتنول، لو ما صبرتش هتنول برضو، بس هتتشال عنك نعمة الصبر. هو مش ربنا قالك وبشر الصابرين اذا صبروا؟ يعني خصهم اصلا في ايات معينة، وقال لك ان الصابرين هيوفيهم اجرهم. ده مش كفاية انه يأكد لك ان وعد ربنا على قد ما تصبر هيديك؟ انت ما بتسمعش حكايات واحدة صبرت يعني واتأخرت في الجواز وما اتجوزتش مثلا لقرب الأربعين، وفجأة اتجوزت طيار، ولا اتجوزت ضابط جيش، ولا اتجوزت، تقعد تقول يا الله صبرت بس نالت؟ لا، عشان هي تقية نقية، عشان هي رضيت، عشان هي ما اعترضتش ما اتذمرتش. واحد ظلم واحد واذاه واللي ظلم دوت عايش دور ان هو الرجل الصالح التقي النقي، وعمره وحج ورايح وجاي وبيجح وقليل الادب وكل حاجه بيعملها، بس ربنا عارف انه من جواه انسان ابن 60 في 90، والظالم المظلوم بيتألم وبتوجع وانه كذا. بس ربنا بيختبر صبر المظلوم، هيروح ياخد حقه في الاخر، هيروح يرد الاذى باذى، هيروح يعمل كذا لما يلاقيه محترم ومؤدب ومستحمل وبقول الحمد لله وبيحتسب، يعني طول النهار حسبي الله ونعم الوكيل، او حسبي الله وكفى، او يا رب انت شايف مطلع منتقم جبار، بيصلي بيستغفر، بيمنع نفسه عن رد الاذى باذى بالقرب لربنا، بيتصدق بنية زوال الهم عن قلبه، بيدعي ربنا ما بينه وما بين ربنا، مطلع على قلبه على نيته على عمله. فجأة تسمع انه فلان الفلاني اللي ظلم فلان الفلاني ولع بيته وراح كل اللي فلوس اللي اكلها على فلان الفلاني. كرم ربنا يبرد نار اللي عيط ويبرد نار اللي اتوجع، مش شماتة بس عدل. فجأة تلاقي الظالم يجي يبوس ايد المظلوم عشان يسامحه، عشان يصحيه ربنا ويزلزل حياته.
يلاقي نفسه في دايما كروب، مأذي، في ضرر، في تعب في حياته، وكل حاجة عملها، بس هو يعني في ذنب في رقبته، ذنب واحد مظلوم في رقبته، مش راضي يروح. يخليه يجي ويطلب منه السماح. كذلك اللي سحر، وكذلك اللي أذوا، كذلك اللي حسد، وكذلك كتير أنواع للظلم. تلاقي واحدة ليل نهار ليل نهار ليل نهار تدعي ربنا انه يكرمها بالذريه الصالحه، ودي تتجوز سلفتها بعديها، ودي تتجوز بعديها، ودي تتجوز بعديها، ويديها عيال ويديها عيال. هل ربنا يعني انت ربنا كده يعني بيعاقبك؟ لا، بس عارف ان انت قدها وقدود، وهتصبري وهترضي، ربنا هيروح يديك ايه؟ والله هيديكي توأم او ثلاثه، يعني هيديك من وسع، وهيديك عيال صالحة، عيال عارفة قيمتهم، عيال تديهم حب، هتديهم اهتمام، هيدوكي في ان شاء الله لما تكبري بر. وهما ممكن ما يحسوش بالخلفة، ممكن يكونوا اتباهوا في وقت من الأوقات، بس لما يشوفوكي ربنا كرمك بعد صبر وجبر، ان شاء الله بأمر الله تعالى هتلاقيهم اخدوكي قدوة، وهتبقي حكاية، تبقي ترند العيلة. اقول لك ايه اكتر من كده؟ فالواحد لازم يصبر، لازم دايما يذكر ربنا، ويخلي قلبه نضيف من جوه، مش صبر باللسان ومن جوه انت معترض. لا، اعرف انه ان شاء الله بعد ما تصبر انه ربنا هيديك ويرضيك. اعرف ان انت بعد ما تصبر انه في حاجة حلوة جاية. خليني اقول لك ان ربنا وعدنا كتير، وقال ان مع العسر يسرا، وقال لك انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب، وقال لك كمان استعينوا بالصبر والصلاة وان الله مع الصابرين. قال لك استعينوا بالصبر والصلاة وان الله مع الصابرين، يعني انت تصلي وتدعي له وتصبر. وقال لك ولا تيأسوا من روح الله، وقال لك ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا. كل دي وعود من ربنا ليك، مش مالية عينك؟ كل دي وعود من ربنا، مش مالية عينك ان انت مثلا اه تصبر عشان خاطر ان في حاجة حلوة جاية لك في الطريق، حاجة يعني مش هقولك جامدة، لا ده حاجة هتخلي الناس كلها تحسدك عليها. عايزة اقولك ان انت في حاجات كتير جدا هتصبرك من اذكار، زي انك تقول لا اله الا انت يا ربي سبحانك ان كنت من الظالمين، وانك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وتقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. عايزه اقول لك كل واحده بتستنى الحمل كل شهر وربنا بيخيب ظنك، او انت بتحس ان ربنا يعني اخرها عليك شويه، قول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وانا لله وانا اليه راجعون. صدقيني انت فكرة ان انت ما تعترضيش على شيء ربنا شاله منك، صدقيني والله العظيم لا يعوضك عوض بعد كده عوض زي ما عوضني. خلينا اقول لك دايما قولي اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله وتكلني الى نفسي طرفة عين. حلو، دي ادعية رهيبة جدا. عايزه اقول لكم الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر، ودي ميزة ونعمة من ربنا ما ادهاش لاي حد، ده انت هتكوني محسودة عليها. تعرفين يعني ايه واحد يصبر سنين؟ انت هتبص على نفسك، لا انا قعدت 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين وما يئستش. اه يا عم عشان ربنا خصك بنعمة، غيرك ما يعرفش يصبر لاخر النهار. الله يعينه، ويحس انه لو حاجة اتأخرت اوف 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 اوف، لكن انت تقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، او لا اله الا الله، او اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، او يعني اي دعاء بيهون عليك، او تصلي على سجادة الصلاة وتكلم ربنا، او تصبر نفسك بآيات قرآنية بسيطة، ان مع العسر يسر، ولا تقنطوا من رحمة الله. انت من نفسك تلاقي الايات بتيجي قدامك عشان تهون عليك. وما تنساش انه اللي بيوعد بوفي، ما بالك رب العالمين اللي وعدك. فاصبر، الجاي حلو، اصبر، ربنا هيرضيك.